وقت فراغي أقضيه في مطالعة مجموعة من الكتب التي أملكها في مكتبتي الصغيرة لبعض العلماء الربانيين الإسلاميين، وكذلك أقضي وقتي في الاستماع إلى القرآن الكريم. أستمع كثيرا إلى القرآن الكريم، وأحاول من خلال ذلك أن أطور تجويدي ومن أجل أن أحسن ترتيلي للقرآن الكريم. كذلك أستمع من خلال منصة يوتيوب إلى بعض الدعاة والعلماء الربانيين والإسلاميين من أجل أن أطور من موسوعتي في اللغة العربية، وكذلك في القرآن وعلومه، وكذلك في علوم السنة والشريعة الإسلامية أيضا. من هو مقرئك المفضل؟ مقرئي المفضل والذي يعني تربيت معه وليس عليه، تربيت معه منذ أن كنت صغيرا، هو المقرئ مشاري العفاسي، وتلاوتي ما زالت إلى الآن تميل إليه. والله حلمي الأبرز والأكبر كما ورد قبل قليل أن أكون داعية وعالما ناشرا لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين الحنيف الدين الإسلامي. ويعني لا ندري الله سبحانه وتعالى ما يخبئ لنا في الكتاب المحفوظ، ولكن حلمي الأبرز والأكبر حاليا هو أن أكون في المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى داعية أدعو إلى الله سبحانه وتعالى بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، وفقك الله لهذا الهدف والحلم الجميل. آمين وإياك إن شاء الله.